لينا من مدريد خاوتي كاليفاو ولعبوا مليح وبصحتهم والله العظيم. هاي نحبس لك مخك، هاي نحبس لك مخك. كوب دافريك نحوها للسينيغال وعطاوها للمروك. قال لك اعتبروا السينيغال خاسرين 3-0 وعطاو للمروك كوب دافريك. هاك تشوف الهضره تلفت لي اقسم بالله. اي مخي انا مانيش مامن خاوتي اقسم بالله. الا ولات هكذا انا نحبس الفوتبال. الا ولات هكذا انا عاود لي الماتش تاع الكاميرون كيما قعرني كاسا ماكلالي لحمي. عاود لي الماتش وعاود لي كوب ديمون. انا هذه جامي شفتها خاوتي. تاع تنحي كوب دافريك تمدها لهم. اقسم بالله غير شراوها استغفر الله يا ربي وراني نحلف ورانا في رمضان. وشنو انا جامي شفتها هذه كيفاش تنحي كوب دافريك. السيد داها تعب بشقا وتعطيها للمروك. مركتوها اقسم بالله. انا ما نزيدش نتبع البالو خلاص. كم حبست مع الفوتبال خاوتي سي بون ما نزيدش نتفرج خلاص. اخر خبر فضيحه كرويه. المنتخب المغربي اوفيسيال يفوز بكاس افريقيا 2026 بعد فضيحه، بعد الكاف، بعد الحكام، بعد الرشوه. يفوز 3-0 على البساط على المنتخب السينيغالي. يعني يا خالتي يعني وشني هذا واش راه صار يعني في افريقيا هذا. اسمح لي خويا صاي بركينا البالو حبسنا البالو سيفيني صاي اي ليكم لافريك سيبو تربح. السلام عليكم. انايا كجزائري لو كان صارت لنا كيما المغاربه زعما لعبنا كاس افريقيا وخسرنا كونتر السنغال ومن بعد على شهرين يخرج قرار بلي المنتخب الجزائري فاز بكاس افريقيا، والله ما نفرح ورانا في رمضان. هذه فضيحه كبيره، فضيحه كبيره. ريمونتادا من جانب المنتخب المغربي. مانيش مآمن خوتي والله ماني مآمن. انا في رمضان خافوا ربي وش بيكم. العالم كاع شاف بلي السنغال يستاهلوا كاس افريقيا. الحاجه اللي عجبتني الشعب المغربي خرج يديفيلي. انا واحد من الناس لو كان صارت لنا لينا الحكايه هذه ما نخرجوش نديفيلي والشعب الجزائري ما يحبش الحقره. وخاوتنا السنغال يستاهلوا كاس افريقيا والعالم كاع شاف بلي السنغال لعبوا كره قدم ويستاهلوا يدوا كاس افريقيا. كيفاش خرج القرار هذايا. المنتخب المغربي هو بطل كاس افريقيا عام 2025. عاودنا ايماجيني حنايا ربحنا نيجيريا وطحنا مع المغاربه واش حيصرا زعما. على كل حال ربي شاف فيها خير. مزيان خسرنا المباراه هذيك وانتم المغاربه ما نزيدش كاع نهضر عليكم ماني سامع بكم ما على بالي بكم. دموع الضحك هدية عيد الفطر. نعم هذه الهدية التي أهداها الاتحاد الافريقي للمغرب بعد بكاء لسنوات وسنوات، بل بكاء لشهرين بعد نهاية مباراة النهائي التي فازت فيها السنغال. بعرقهم وبدمهم فازوا بالمباراة النهائية. بعد البكاء وبعد العودة الاتحاد الافريقي غضهم المغرب وحبوا يمدوا لها كأس افريقيا. لكن هل بإمكان المغاربة أن يتذوقوا طعم التتويج بعد هذه الفضيحة القارية؟ صراحة هي مهزلة تاريخية. كيف سيتم التعامل معها قانونيا؟ كيف سترد السنغال؟ وهذا ما أريد أن أعرفه. الله أعلم. الحديث الآن ومسلسل نهائي كأس افريقيا سيستمر، إلا أنه اللي عنده ذرة كرامة وذرة رجولة مستحيل أن يفرح بهذا التتويج، إن كان طبعا كتتويج، لأن القضية لا تزال وبإمكاننا تروح للطاس وتروح بعيد. إلا أنه في نهاية المطاف صدقوني كي قال لك حبينا ندوها بالسيف حبوا صح يدوها بالسيف. كارثة كروية، حاجة جامي سمعنا بها في كرة القدم. عار ومهزلة على كرة القدم الإفريقية. قال لك لجنة الاستئناف الاتحاد الإفريقي ينحوا كأس إفريقيا اللي فازوا بها المنتخب السنغالي عن جدارة واستحقاق ويمدوها للمنتخب المغربي. صدقوني بالله غير يعجز اللسان عن التعبير. انا هاد الحاجه جامي سمعت بها في تاريخ كره القدم. انا نعرف حاجه كي تحب تعاقب فريق، تعاقب المنتخب السنغالي بعدم المشاركه في كاس افريقيا لنسخه ولا لنسختين، تعاقب قائد فريق المنتخب السنغالي، تعاقب مدرب المنتخب السنغالي. بصح خويا العزيز نحيلو لقب وتمدوا لمنتخب اخر، صدقني بالله غير انا راسي راهو حابس خويا العزيز. والله ما راني مأمن 100%. حنا المباراة تاعنا مع منتخب الكاميروني خرجوا ناس قال لك الماتش راح يتعاود. الناس قال لك باللي راكم تبهدلوا فينا وحبسوا لنا هاد الهضره اللي جامي سمعنا بها في كره القدم. مالا خويا العزيز دوكا ولينا نسمعوا تقدر تنحي لقب لفريق وتمدوا لفريق اخر. سما تشامبيونز ليغ تاع العام اللي فات نحوها البي اس جي ونمدوها للانتر وهي رايحه. والله غير عار والصرا في كرة القدم. مع كل احتراماتنا كاس افريقيا هذه غير يحبسوها وما يزيدوش يلعبوها يدا ولا هكذا.
والله غير تبهديله كبرى. والله ما عندي مشكل مع المنتخب المغربي ولا مع الشعب المغربي، راني نهضر في اطار كرة القدم والصراحة، والله غير عار على كرة القدم الافريقية. ليكيب